السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر اليوم، إسرائيل تعلن عن شرطها للاعتراف بمغربية الصحراء. وقبل ما ندخل في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلاي كوهين أن تل أبيب تدرس حالياً قضية الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، وتعتزم أن تتخذ قرارها النهائي في قمة النكب الثانية التي من المرتقب أن تعقد في المغرب في الشهور القليلة المقبلة. وحسب ما أوردته الصحافة الإسرائيلية اليوم الاثنين، فإن كوهين أشار إلى أن موعد القمة من المتوقع أن يكون في شهر شتنبر أو أكتوبر المقبلين، تماشياً مع قرار المغرب الذي أعلن في 23 يونيو الماضي عبر لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة بأن المغرب مستعد لاستضافة النسخة الثانية من قمة النقب في الدخول المقبل، شريطة أن يكون السياق السياسي مواتيا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية أن المغرب قد يقيم علاقات كاملة مع إسرائيل من خلال تربية البعثات الدبلوماسية الحالية متوسط المستوى إلى سفارات مقابل اعتراف إسرائيلي تبعية الصحراء للمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن قمة النقب الثانية كان المرتقب أن تنعقد في المملكة المغربية في 25 يونيو الماضي، إلا أنها تأجلت مرة أخرى بسبب الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أكد ذلك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في تصريح له. وقال بوريطة أن المملكة المغربية تعتبر منتدى النقب الإطار المناسب الأمثل للتعاون والحوار الإقليمي، من شأنه تقديم حلول إيجابية للعديد من التحديات. وأوضح أن كانت هناك محاولات لتنظيم هذا المنتدى خلال فصل الصيف، ولكن حالت دون ذلك مع الأسف مشاكل أجندة وتواريخ، مشيرا إلى السياق السياسي الذي قد لا يتيح لهذا الاجتماع الخروج بالنتائج المنتظرة. وفي السياق ذاته، أكد بوريطة أن العملية لا تزال جارية من أجل الاستفادة القصوى من دور إسهام هذا المنتدى لفائدة كافة مبادرات السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وفي النهاية، أتمنى تخلوا رأيكم في التعليقات.